بخير لاباس مزيان، اموركم بخير، نتمنى اموركم تكون بخير والخير. كما عودتكم كما العاده اخر المستجدات واخر النتائج. بالنسبه للمنتخب المغربي اش دار من البدايه الى النهايه في ظرف مقابلتين بطبيعه الحال. المغرب ضد البرازيل 1-1 في اول ماتش. الاسود داروا مقابله كبيره بزاف قدام البرازيل وخداو نقطه مهمه من التعادل. الاداء كان منظم دفاعيا وهجوميا وخلى بزاف ديال المحللين يشيدوا بالمنتخب المغربي. ثاني مقابله المنتخب المغربي ضد المنتخب الاسكتلندي اللي خد واحد زيرو. المغرب ربح في اسكتلندا بهدف اسماعيل السيباري بعد دقيقة بعد 71 ثانية فقط من بداية المقابلة، وهو أسرع هدف في المونديال حتى لدابا. بالنسبة للإحصائيات مهمة بالنسبة للمنتخب المغربي: 4 نقاط من 2 مباريات. اسماعيل السيباري سجل في 2 ديال المقابلات. المغرب سيطر على المباراة ضد اسكتلندا، تخيل معايا 601 تمريرة ناجحة ضد اسكتلندا، رقم قياسي افريقي جديد في المونديال. نسبة الاستحواذ تقريبا 59% للمغرب مقابل 41% لاسكتلندا. بالنسبة للاستراتيجية اللي خدم بها المغرب: الضغط العالي. المدرب محمد وهبي كيضغط على الخصم من البداية باش يربح الكرة بسرعة. الهدف ضد اسكتلندا جاء نتيجة هذا الأسلوب بطبيعة الحال. ثاني حاجة الاستحواذ وبناء اللعب. المنتخب كيعتمد على التمريرات القصيرة والسيطرة على وسط الميدان بواسطة عز الدين أناحي رغم التذبذب ديالو، بلال أخنوس بطبيعة الحال نبيل العيناوي. ثالث حاجة السرعة في الأطراف عبر الاعتماد على من؟ أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، كيخلقوا التفوق العددي والفرص من الأجنحة بطبيعة الحال. رابع حاجة دفاع منظم باش تكون المسألة واضحة. المنتخب ما خلاش اسكتلندا دير فرصة حقيقية طوال أغلب أطوال المباراة. بالنسبة لنجوم المغرب حاليا بدون نقاش طبعا الحال كاين اسماعيل السيباري، نجم بداية وأسرع هدف في المونديال الحالي في 71 ثانية. أشرف حكيمي قوة هجومية ودفاعية كبيرة. إبراهيم دياز صانع اللاعب الرئيسي بطبيعة الحال. وعز الدين أناحي محرك وسط الميدان بطبيعة الحال. زيد عليها اللاعب اللي عنده 18 سنة اللي هو بوعدي. شنو خاص المغرب يدير باش يتأهل؟ المغرب خاصو يربح او يتعادل في الماتش الجاي ضد المنتخب هايتي باش يضمن التأهل للدور المقبل ويتنافس على صدارة المجموعة. المدرب أكد أنه غادي يلعب بأفضل تشكيلة وما غاديش يريح اللاعبين الأساسيين، يعني غيلعب بالتشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني. التوقع ديال المحللين: إذا بقى المنتخب طبعا بنفس الانضباط التكتيكي والفعالية ديال السيباري ودياز وحكيمي وبعدي في وسط الميدان، فالمغرب عنده حظوظ كبيرة يوصل على الأقل ثمن أو ربع النهائي، وممكن يفاجئ العالم مرة أخرى كيف ما دار في مونديال 2022. غدوزو تشكيلة المنتخب المغربي في مونديال 2026. كاين الحارس بونو نجم الهلال السعودي، الحارس الرسمي ديال المنتخب، معروف التصديات الحاسمة والخروج مزيان في الكرات العالية. هذه مسألة عادية 100%. الدفاع: الظهير الأيمن أشرف حكيمي بي اس جي ديال المنتخب، الكابيتان ديال المنتخب، سريع وبزاف وكيعاون في الهجوم والدفاع، كيصنع فرص اكثر من اي مدافع في الفريق بطبيعه الحال. قلب الدفاع نايف اكرم للاسف يتعرض اصابه هو والزلزولي اللي خلاتهم انهم ينسحبوا من المشاركه ومن التغطيه ومن الانخراط مع المنتخب والمشاركه مع المنتخب بطبيعه الحال. للاسف الشديد نايف اكرم بطبيعه الحال للاسف. زيد عليها عز الدين أناحي، زيد عليها بلال أخنوس. بالنسبة للهجوم إبراهيم دياز، اسماعيل السيباري بطبيعة الحال نجم المونديال المغربي حتى الآن، سجل ضد البرازيل واسكتلندا. أول مغربي سجل في المباراتين الأولين ديال المونديال، هدفه ضد اسكتلندا جا من بعد 71 ثانية بطبيعة الحال. زيد عليها الخطة التكتيكية اللي لعب بها المدرب وهبي، وهي أنه وضع المدرب وهبي بطبيعة الحال لعب بخطة ديال 4-3-3. هذه خطة لعب بها، وبعض المرات كيلعب بخطة ديال 4-2-3-1 باش يعطي حرية أكثر لدياز
والسيباري في الهجوم. بعد بالنسبه هضرنا على المؤشر، المباريات، الفوز، التعادل، الهزيمه، النقاط، الاهداف المسجله، اهداف مستقبله. هذه المسائل هذه كامله ممكن ان نطيو فيها مع الوقت، حيت دابا المباراه الاولى والمباراه الثانيه بقى واحد المباراه الثالثه اللي غتحدد مصير المنتخب المغربي ضد منتخب هايتي. بطبيعه الحال الفوز ديالنا ضد منتخب هايتي وزيد عليها فارق ديال الاهداف غيخلي ان المنتخب المغربي يتاهل بالصداره بالاجتياح والراحه والاستراحه بطبيعه الحال. بينما الى ربحنا بواحد جوج كاين هنا كترجع للعامل ديال الاهداف، وهذا اللي خاصنا نردوا الحساب. بالاخص في الوقت الحالي كتجرى مقارنه بين النمسا والارجنتين هذيك تابع للمنتخب الاردني، ولكن بالنسبه لنا حنا المجموعه ديالنا بطبيعه الحال كتخلي ان الفرق انها ترفع من مستوى الايقاع، ترفع من المستوى ديال المشاركه، ترفع من المستوى ديال الحظوظ ديالها، على اساس باش تلتحق بالمركز او تلتحق بطبيعه الحال بالطريق السيار لوطوروش. بالنسبه لاخطاء اللاعبين ديال دابا بالنسبه للمنتخب المغربي، اسماعيل السيباري، اشرف حكيمي، ابراهيم دياز، زيد عليها ياسين بونو، هادو كيتعتبروا من الاساسيات بالنسبه للمنتخب الوطني. زيد عليها بو عدي بطبيعه الحال النجم اللقاء الشاب الصغير اللي وضعت فيه اعين من جميع الفرق الكبرى بطبيعه الحال، اللي كيلعب في الليل ومازال الحظوظ ديالو مستمره ومستقره، ومازال انه ممكن يعطي، ومازال انه عنده خيار انه يختار فريق اللي ممكن ان يلتحق ليه، واللي ممكن ان يشارك فيه، واللي ممكن ان يكمل فيه المسار ديالو بطبيعه الحال مستقبل زاهر بالنسبه بو عدي. زيد على السر اللي مخلي المغرب قوي في هذا المونديال بطبيعه الحال. انا نقول السر اول حاجه ضغط عليه في اول دقيقه، انتقال سريع من الدفاع للهجوم. حكيمي كيزيد مهاجم اضافي في الاطراف، دياز والسيباري كيتبادلوا له المراكز باش يجبروا الدفاع. زيد عليها بوعدي كيعطي المساحات كامله في وسط الميدان رغم صغر السن ديالو. زيد عليها بونو كيعطي واحد الثقه كبيره للدفاع كامل بطبيعه الحال، سواء ديوب سواء شادي رياض. بالنسبه للمباراه الجايه المغرب غادي يواجه بطبيعه الحال منتخب هاجي، واذا ربح بفارق مريح يقدر يتصدر المجموعه قدام البرازيل. كما قلت في الاول ان المنتخب المغربي خاصو رغم انه يربح في المباراه ويزيد الاهداف على اساس باش يكون فارق ديال الاهداف بالنسبه للمنتخب المغربي، على اساس باش حيت في الاول في الاخر اما غنلعبوا مع هولندا ولا مع اليابان. نتمنى التوفيق. بالنسبه قدام البرازيل حاليا الاسود عندهم بعض النقاط من تعادل مع البرازيل وانتصار على اسكتلندا. بالنسبه للترتيب الحالي مجموعه سي البرازيل، المغرب واسكتلندا، هايتي بدون نقاط. هذه عطيتكم واحد الاشاره كامله، عطيتكم واحد المجموعه ديال الافكار والاراء اللي كامله اللي هي مستوحاه بطبيعه الحال من الطريقه ديال اللعب والطريقه ديال الاستراتيجيه واحتضان الخطوط وتدوير الكره، وزيد عليها تقارب الخطوط وعدم ترك مساحات خلف الظهر. زيد عليها الضغط المباشر على اللاعبين والتكتل سواء من حيث الوسط او من حيث الهجوم. زيد عليها التمريرات الصحيحه والدقيقه والذكيه. زيد عليها الطريقه ديال اخراج الكره والتمركز والتركيز بالنسبه للاعبين. زيد عليها هذا رغم الضغط المبالغ فيه للمنتخب الاسكتلندي خلال الدقائق الاخيره من الشوط الاول والدقائق الاخيره من الشوط الثاني، الا ان المنتخب المغربي استطاع انه يسيطر ويوقف هيمنه او طريقه الاختراق بالنسبه للمنتخب الاسكتلندي، خاصه مزراوي. الحاج مزراوي بطبيعه الحال يلعب واحد الاساس ومهم بالنسبه للمنتخب المغربي بطبيعه الحال بالطريقه ديال بطبيعه الحال عدم ترك المساحات بالنسبه للاعبين، اختيار الوقت المناسب لاخذ الكره، اختيار الوقت المناسب لتوزيع الكره، اختيار الوقت المناسب للتدخل ضد المنافس، واختيار المناسب عند ضياع الكره. وهذه المساله كامله بالنسبه للمنتخب المغربي غتعطيه واحد الامكانيه انه في الماتش الجاي ضد هايتي تعطيه واحد الاريحيه، رغم ان المنتخب يعني
الماتش الجاي غيكون ما بين البرازيل واسكتلندا والمغرب وهايتي. المغرب وهايتي هذه مقابله سهل الممتنع، ولكن في نفس الوقت الفوز فيها وبفارق الاهداف غيخلي المنتخب المغربي انه ما يدخلش في الحسابات ويتصدر المجموعه ويلاقي الفرق المواليه، على اساس ماشي تلعب الاول مع الثاني والثاني كتلعب مع الاول. وفي هذه الحاله هذه ما غنطيحوش في مشكل ولا في صراع ولا في امكانيه ديال الخساره ولا في مفاجاه بطبيعه الحال. وفي الاول وفي الاخر كتبقى كره القدم. نتمنوا التوفيق، نتمنوا ان الامور تكون مزيان، ونتمنوا ان الامور تكون فيه الصالح ديالنا بطبيعه الحال، وتكون في الطريق ديالنا والتيسير ديالنا. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.